السلام عليكم، إيه الأخبار؟ وأهلا بيك في أول فيديو من شرح منهج الإنجليش لتالتة إعدادي. قبل ما نبدأ في المنهج بتاعنا محتاج أعرفك إحنا هنشتغل مع بعض إزاي في القناة هنا. طبعًا إحنا عندنا 6 units، كل يونت هنقسمه لك ل2 فيديو. الفيديو الأول هنشرح فيه القواعد ونحل عليها ونطبق عليها كويس، والفيديو التاني هنشرح فيه الكلمات وبرضه نحل عليها ونطبق عليها كويس. بعد ما تسمع ال2 فيديو دول، هيبقى أنت كده خلّصت الunit وهننزّل لك بقى امتحان ونحلّه معاك. فيعني منصة كاملة متكاملة معاك في أي مكان، وكل ده بالمجان، يعني مش هتدفع أي فلوس في الكلام ده، فمستني إيه؟ قبل ما نبدأ لو أنت مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك واعمل لايك للفيديو وشيّره مع أصحابك. أنا مستر أحمد وجاي أبسّط لك منهج الإنجليش بتاعك، فيالّا بينا. Audio Jungle. welcome back. هنشرح مع بعض النهارده أول قاعدة عندي في المنهج بتاعة unit 1 بتتكلم عن ال present perfect. present perfect معناها المضارع التام. صراحة أنا ما باحبش أوي المسميات، يعني ما احبش أعرف إن ده زمن إيه أو اسمه إيه، قد ما يهمني أعرف إمتى باستخدم الزمن ده وأنا باتكلم، لأن طبعًا اللغة ما هي إلا تواصل، لو عرفت استخدامه صح فمش مهم جدًا إنك تعرف هو ده اسمه إيه. طيب نبدأ على طول. أنا في كل زمن محتاج أعرف 6 حاجات: تكوين، نفي، سؤال، وكلمات دالة، واستخدام، ومبني للمجهول. لو أنت عرفت ال6 حاجات دول يبقى أنت كده ذاكرت القاعدة صح وفهمت القاعدة كويس. طبعًا أنا ما باحبش أبدأ بالتكوين، باحب أبدأ بالاستخدام علشان زي ما قُلت لك أعرف أستخدم الزمن ده في كلامي بشكل صحيح. طيب إمتى باستخدم الزمن ده؟ أول حاجة حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه. يعني بيقول My favorite writer has written a new book. يعني كاتبي المفضل كتب كتاب جديد. هل هو ذكر لي هنا وقت اللي كتب فيه الكتاب ده؟ لأ. وبالتالي علشان أعبّر عن الجملة دي أنا هاستخدم فيها زمن المضارع التام. طيب يبقى حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه. رقم 2 حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر. حاجة بدأت في الماضي ولسه مستمرة لحد دلوقت. مثال They have lived in أسوان since 2020. يعني هم عايشين في أسوان من 2020 ولسه عايشين لحد دلوقتي. حاجة بدأت في الماضي وما زالت مستمرة. الاستخدام التالت معانا هو حدث تم في الماضي وله أثر. حاجة خلاص حصلت في الماضي بس لسه ليها أثر لحد دلوقتي. المثال اللي جايبه له بيقول I have hurt my leg so عفوًا so I can't play the match. يعني أنا رجلي اتعورت فمش هاقدر ألعب الماتش. طبعًا ده رجلي اتعورت في الماضي بس لسه ليها أثر لحد دلوقت. هو إن أنا مش قادر أمشي عليها كويس، وبالتالي لمّا آجي express الجملة دي أو أعبّر عن الجملة دي باستخدم فيها الpresent perfect أو المضارع التام، فأقول I have hurt my leg طالما هي لسه ليها أثر لحد دلوقت. وزي ما أنت ما شايف الجمل دي ولو بصيت فيها كويس هتعرف التكوين بتاع المضارع التام. بُص كده أول جملة my favorite writer ده كده الفاعل، بعده إيه بقى؟ بعده has وبعده الBB، يبقى has والBB. حلو. الجملة اللي بعدها they ده الفاعل، بس بعد they have والBB. طب بُص الجملة اللي بعدها I ده الفاعل، إيه اللي بعد I؟ عندي have والBB. يبقى أنا كده أقدر أقول من ال3 جُمل اللي أنا شُفتهم دول إن تكوين زمن المضارع التام لمّا ألاقي فاعل مفرد، يعني he أو she أو it أو أي اسم مفرد، أجيب معاه أو بعده has وأجيب الفعل اللي عندي في الPB أو التصريف التالت. ولو لقيت عندي فاعل جمع أو I، طبعًا I we ويو وthey وأي اسم جمع يقابلك هنجيب معاه have والBB. وقُلنا الأمثلة فوق أهي. طبعًا my favorite writer ده مفرد، عشان كده جِبنا معاه has والBB. they ده جمع أهي، جِبنا معاها have والBB have والBB. طيب I جِبنا معاه have برضه والBB. يبقى نقدر نقول كده إن المفرد معاه has والBB والجمع معاه have
والبي بي. ده أول حاجة عندي. يبقى إحنا كده خدنا الاستخدام وخدنا التكوين. طيب ندخل على الحاجة التالتة معايا وهي النفي. إزاي أنفي؟ طبعًا إحنا عارفين إن النفي ده هو كلمة not بالزقها في أي فعل مساعد، وأنا هنا الحمد لله جايب لي في الزمن بتاعي has وhave، دول أفعال مساعدة. لو أنا عايز أنفي بقى هاعمل إيه؟ هاجيب has وهالزق فيها not، وأجيب have وهالزق فيها not، يبقى أنا كده نفيت وقُلت إن الحاجة دي ما حصلتش. يعني has دي هتبقى hasn't أو has not، وبرضه بعدها الBB، وhave هتبقى have not أو haven't، وبرضه بعدها الBB. لو عايز أنفي مثلًا هاقول الجملة الأولى My favorite writer has written a new book، هانفيها هاقول My favorite writer hasn't written a new book yet. يعني كاتبي المفضل ما كتبش كتاب جديد إلى الآن. نروح للحاجة اللي بعد كده وهي إزاي أكوّن سؤال في زمن المضارع التام. يبقى إحنا هنكتب هنا كده السؤال. طبعًا ده كان التكوين والنفي. يبقى التكوين المفرد معاه has والBB، والجمع وI معاهم have والBB. النفي المفرد معاه hasn't والBB، والجمع وI معاهم haven't والBB. نروح بقى للسؤال. طبعًا السؤال علشان أسأل أي سؤال أنا محتاج فعل مساعد، والزمن هنا الحمد لله جايب لي فيه أفعال مساعدة زي ما كنا واخدين في النفي، عندي has وhave، فأنا هاحط has وhave في الأول لو أنا هاسأل سؤال بمعنى هل، النوع الأول من السؤال، فهاقول has or have وبعدهم الفاعل وبعدهم الBB. طبعًا has بييجي بعدها الفاعل المفرد وhave بييجي بعدها الفاعل الجمع، فهاقول لك مثلًا have you ever visited أسوان؟ Have you ever visited أسوان؟ ده سؤال جايبين have في الأول أهي، بعدها الفاعل وبعدها الBB، وever دي هي كلمة دالة من الكلمات الدالة على المضارع التام. Have you ever visited أسوان؟ لو أنا عايز أجاوب هاقول yes I have، يا إما أقول no I have not أو haven't. حلو. ولو عايز أسأل سؤال بأداة استفهام الموضوع سهل جدًا، هاحط has وhave هاحط أداة الاستفهام قبل has وhave، يعني هتبقى ماشية بالشكل ده، أداة استفهام ونجيب بعدها has أو have على حسب الفاعل، وبعدها الفاعل طبعًا، وبعدها الBB. أدوات الاستفهام زي what where when الحاجات دي كلها. طيب لو أنا مثلًا عايز أقول لك إمتى رُحت أسوان، فهاقولها لك إزاي؟ when have you gone to أسوان؟ When have you gone to أسوان؟ طبعًا جايب لي في الأول أهو أداة الاستفهام، وبعدها have وبعدها الفاعل وبعدها الBB. فلو أنا عايز أجاوب هاقول I have gone to أسوان since 2024، يعني من 2024. ولمّا جيت أكوّن الجملة بدأت بالفعل وبعدها has وhave وبعدها التصريف التالت زي الأول بالضبط. فلحد كده إحنا أخدنا الاستخدام وقُلنا إنه بيعبّر عن حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه، حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر، وحدث تم في الماضي وله أثر. وقُلنا التكوين بتاعه لمّا بالاقي فاعل مفرد باجيب has والBB، ولمّا بالاقي فاعل جمع باجيب have والBB.
النفي بدل ما أقول has مع المفرد هتبقى hasn't والBB، وبدل ما أقول have مع الجمع هتبقى haven't والBB. ولو عايز أسأل سؤال هاجيب has وhave في الأول، has وhave وبعدهم الفاعل بعدهم الBB. ولو هاسأل سؤال بأداة استفهام هاحط أداة الاستفهام قبل has وhave وهتبقى بالشكل ده، أداة استفهام has وhave والفاعل والBB. هاسيب لك البورد لو عايز تاخد screen ونرجع نكمل باقي الدرس. عزيزي الطالب الرايق، عايزك تكون مصحصح معايا في الحاجات اللي جاية دي علشان هي حاجات مهمة جدًا. بُص، لحد دلوقتي كده إحنا أخدنا مع بعض التكوين والنفي، السؤال، وخدنا كمان الاستخدام. هنبدأ دلوقتي مع بعض في الكلمات الدالة. الموضوع بسيط وسهل، بس عايزك تركّز كويس وبس. أول حاجة عندي في الكلمات الدالة على الpresent perfect هي كلمة since. since معناها منذ، بييجي بعدها بداية الحدث، وطبعًا بييجي قبلها مضارع تام. مثال I طبعًا بييجي معاها have. I haven't seen have والتصريف التالت أهو him since 2024. بُص للجملة كويس، أنا ما شُفتوش منذ 2024. 2024 دي هي بداية الحدث، فعشان كده جِبت قبلها إيه since. طيب كمان since لو جه بعدها زمن فهو بيبقى زمن الماضي البسيط، يبقى ييجي قبلها مضارع تام بس بعدها ماضي بسيط. إزاي الكلام ده؟ هاقول لك نفس الجملة I haven't seen him since he left. منذ أن غادر. left في زمن الماضي. هنا since أهي طبعًا جاية قبلها مضارع تام have والتصريف التالت وبعدها ماضي بسيط. يبقى since كده معناها منذ، بييجي بعدها بداية الحدث. الحدث ده بدأ إمتى؟ هو ده الوقت اللي بييجي بعد since. ولو هييجي زمن فهيبقى زمن الماضي البسيط. طيب الكلمة التانية معانا هي كلمة for. for معناها لمدة، بييجي بعدها مدة زمنية. يعني أقول لك مثلًا لمدة 5 أيام، لمدة 10 شهور، لمدة 7 سنين. مثال he hasn't met his friend Ali for 5 years. يعني هو ما قابلش صديقه علي لمدة 5 سنوات. هنا for أهي جاية قبلها مضارع تام هذا التصريف التالت وبعدها المدة الزمنية. يبقى كده عندي since و for، كده خلاص since و for. عندي كمان ever معناها من قبل، وبتستخدم في السؤال اللي بمعنى هل. طيب هاقول لك كده have you ever visited أسوان؟ have you ever هل أنت زُرت أسوان من قبل؟ طبعًا دي الكلمة رقم 3. والكلمة الدالة رقم 4 هي كلمة never. never بنستخدمها في النفي وبمعنى إن ما لوش خبرة مسبقة في الحاجة دي أو ما عملش الحاجة دي قبل كده. هاقول لك مثلًا
he has never seen the sea. دي معناها هو ما شافش البحر قبل كده. اوعى حد منكم يقول لي hasn't never. هي أصلا never بمعنى not، يعني has never بتساوي hasn't أو has not. يبقى never بتديني معنى not اللي أنا بحطها في hasn't. يبقى he has never seen the sea. يعني لما أشوف never أستخدم has و have، مش hasn't و haven't. تمام؟ طيب في حاجتين محتاجك تعرفها. has أو have been to، و has أو have gone to. طبعا بيجي بعدهم إيه؟ مكان. إيه معنى الحاجات دي؟ has و have been to معناها إنه ذهب للمكان ده وعاد منه، ذهب وعاد. لكن has أو have gone to والمكان معناها ذهب ولم يعد حتى الآن. طيب مثال: علي has not to Alex. He is still there. علي has space to Alex. He is still there. يعني هو لسه هناك، يبقى هو ذهب ولم يعد. يبقى علي has gone to Alex. طيب أعرفهم إزاي؟ مش هتتلخبط فيهم. اللي فيها دبل إي هنعتبر إن واحدة رايح وواحدة راجع، يبقى ذهب وعاد. لكن gone فيها إي واحدة بمعنى إن هو ذهب ولم يعد. طيب ندخل بعد كده على الكلمة الخامسة من الكلمات الدالة، وهي just. just معناها حالا، بتعبر عن إن الحاجة دي خلصت منذ فترة قصيرة جدا وجيزة جدا. هقول لك I have just finished my work. أنا لسه حالا مخلص الشغل بتاعي. have just finished. have والتصريف التالت اهو، just جاية في النص ما بين have و has والتصريف التالت. just تيجي في النص. طيب وبمعنى حالا. كلمة رقم 6 هي already. already معناها بالفعل أو مسبقا، وبنستخدمها في حاجتين: يا إما جملة مثبتة، يبقى بنستخدمها كده جملة مثبتة، زي مثلا أقول لك I have already finished my work. أنا بالفعل خلصت شغلي. شايف أنا جايبها هنا برضو بين have والتصريف التالت، وينفع أحطها في الآخر أقول I have finished my work already. الحاجة التانية اللي بستخدم فيها already هي السؤال التعجبي. يعني إيه سؤال تعجبي؟ يعني مثلا لما أدخل عليك ألاقيك مخلص الشغل بتاعك وأنت خلصت الشغل ده بسرعة جدا، فأقول لك أنت خلصت الشغل بتاعك، أنت سريع جدا. ففي الحالة دي أنا مش بسألك، أنا بتعجب من قد إيه أنت خلصت الشغل ده بسرعة. فهقول لك كده مثلا Have you finished your work already? You are too fast.
أنت سريع جدًا. في الحالة دي أنا مش باسأله، أنا باتعجب من قد إيه هو خلّص الشغل بسرعة، فعلشان كده ده اسمه سؤال تعجبي، فاستخدمت فيه already. آخر حاجة أو آخر كلمة عندي في الكلمات الدالة هي كلمة yet، وyet معناها من قبل، وبتيجي في حتتين، آخر الجملة المنفية وآخر السؤال. طيب تعالَ ناخد مثال، آخر الجملة المنفية أقول لك he hasn't finished his work yet. طالما النقط في الآخر على طول بتبقى yet. طيب وكمان في آخر السؤال أقول لك have you finished your work yet. هل أنت خلّصت شغلك من قبل؟ يعني أنت خلّصت شغلك والّا لسه؟ فالنقط في الآخر فاجيب مكان النقط دي yet، يبقى yet تيجي في آخر الجملة المنفية وفي آخر السؤال. تعالَ على السريع تاني ألِم لك الكلمات الدالة. أول حاجة عندي since معناها منذ، بييجي بعدها بداية الحدث أو ال لو هييجي بعدها زمن هيبقى الماضي البسيط، إنما for معناها لمدة وبييجي بعدها مدة زمنية، package من الوقت، يعني عدد من الوقت، 5 سنوات، 5 شهور، 5 سنين. طيب بعد كده عندي ever معناها من قبل وبتيجي في نُص الجملة، never نفس الكلام برضه بتيجي في النُص، بس ever معناها من قبل وبتيجي في السؤال، وnever بتيجي في النفي ومعناها إنه ما عندوش خبرة مسبقة في الحاجة دي أو ما جرّبش الحاجة دي قبل كده، زي he has never seen the sea. طيب بعد كده عندي خُد بالك من has وhave been to وhas وhave gone to. قُلنا been to معناها ذهب وعاد، وgone to معناها ذهب ولم يعد، وبيبقى جايب لك حاجة في الجملة بتدُل على إن هل هو راح ورجع والّا لسه ما رجعش. طيب عندي بعد كده just معناها حالًا I have just finished my work. أنا لسه حالًا مخلّص الشغل بتاعي. عندي بعد كده already ومعناها بالفعل أو مسبقًا وبتيجي في الجملة المثبتة زي I have already finished my work. وكمان بتيجي في السؤال التعجبي زي have you finished your work already. You are too fast. أنت سريع جدًا. ففي الحالة دي أستخدم برضه already. yet معناها من قبل وبتيجي في آخر الجملة المنفية وكمان في آخر السؤال. هاسيب لك البورد لو عايز تاخد screen ونرجع نكمّل مع آخر حاجة عندي وهي المبني للمجهول. وصلنا لآخر نقطة معانا في درس النهارده وهي المبني للمجهول. يعني إيه يا مستر مبني للمجهول ويعني إيه مبني للمعلوم؟ بُص، الجملة لمّا تبدأ بالفاعل يعني الفاعل فيها هو أول حاجة في الجملة، الجملة دي بتبقى مبني للمعلوم. لكن لمّا أبدأ الجملة بالمفعول يبقى ده كده اسمه مبني للمجهول. يعني بدل مثلًا أقول الأولاد يلعبون الكرة، أنا هابدأ بالكرة، فأقول الكرة أو كرة القدم تُلعب. هو ده اللي أنا عايز أعمله، إن أنا أبدأ الجملة بالمفعول، يبقى مبني للمجهول يعني بابدأ الجملة بإيه؟ بالمفعول. حلو جدًا. بُص، هاقول لك على طريقة هتحوّل بيها من معلوم لمجهول بسهولة جدًا. بنحوّل من معلوم لمجهول في 3 خطوات. أول حاجة حُط إيدك على المفعول. فين المفعول؟ أهو tourists have visited the pyramids. يعني السياح بيزوروا الأهرامات. فين المفعول؟ the pyramids. يبقى أول حاجة عندي ده المفعول، وده الفاعل طبعًا صح؟ وده كده الفاعل. بُص، أول خطوة تعملها حُط إيدك على المفعول وهاته مكان الفاعل. يبقى ناخد كده المفعول ده ونمشي بيه لحد هنا كده ونبدأ بيه، يبقى نبدأ بيه the pyramids. الخطوة رقم 2 خُد الفاعل حُطّه مكان المفعول بس هات قبله by. يبقى by tourists. حلو جدًا. طَب أنا دلوقتي عندي الفعل، الفعل have visited.
عرفت إن هو في زمن المضارع التام. إيه المبني للمجهول بقى بتاع المضارع التام؟ إن أنا باجيب has أو have على حسب المفعول اللي قبله طبعًا، هنا كده المفعول has وhave been وبعدهم الBB، هو ده كده المبني للمجهول. طيب أنا بدأت بالمفعول زي ما قُلنا، وبعدين بقى الpyramids دي مفرد والّا جمع؟ جمع، يبقى هتاخد has والّا have؟ لأ هتاخد have. وعايزين طبعًا been، والتصريف التالت من visited هي visited. يبقى الجملة تمشي The pyramids have been visited by tourists، يعني الأهرامات تُزار بواسطة السياح. طبعًا by tourists دي لو عايز تلغيها خالص الغيها، بس يعني عادي مش مشكلة، يعني الجزء ده optional، ممكن تحطه أو ممكن ما تحطوش عادي. يبقى the pyramids have been أو have been visited by tourists. طيب هاقول لك على حاجة بسيطة جدًا، الBB طبعًا ده اسمه الpast participle أو التصريف التالت للفعل. كل الأفعال المنتظمة، عشان عندي أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة، كل الأفعال المنتظمة التصريف التاني بتاعها زي التصريف التالت. يعني visit الماضي بتاعها visited، يبقى هو ده التصريف التالت برضه visited. play التصريف التاني بتاعها الماضي يعني بتاعها played، يبقى التصريف التالت برضه played. لكن اللي أنا محتاج أحفظه هو الأفعال الشاذة، ودي بتبقى في كل unit كده كام فعل، فمحتاج تحفظهم كويس. يبقى نقول تاني الخطوات بسرعة. يبقى بنجيب المفعول مكان الفاعل، والفاعل مكان المفعول، وبعد كده بنيجي على الفعل بنجيب has وhave وbeen والBB. has وhave been والBB. طيب تعالَ كده نحل السؤالين دول. I not my homework already. إحنا بادئين بالفعل، حلو. my homework already، وalready من الكلمات الدالة على المضارع التام، يبقى أنا خلّصت شغلي بالفعل. I دي هتاخد has finished والّا have finished والّا finish والّا finishes؟ طيب أنا أصلًا هنا في زمن المضارع التام، والمضارع التام هو has وhave، has وhave والBB. I بقى هتاخد has والّا have؟ هتاخد have finished. طيب الجملة اللي بعدها، طبعًا هنا لإن إحنا أصلًا بادئين بالفاعل، ده مبني للمعلوم. بُص my car space أو نقط lately. طيب يعني مؤخرًا، يعني عايز أقول العربية بتاعتي مؤخرًا repaired، طبعًا يصلّح بمعنى repair. هل هاقول العربية بتاعتي بتصلّح والّا بتتصلّح؟ بتتصلّح، يبقى الجملة دي مبنية للمجهول، يبقى أقول مفعول، بادئين بالمفعول أهو، بعده have وhas been والBB. my car دي مفرد والّا جمع؟ مفرد، يبقى هتاخد has. طيب أنا عندي دي has، طبعًا ما فيش هنا أصلًا الإجابة، هنزوّد هنا كده been، يبقى has been repaired. has been repaired. طبعًا ما كانتش تنفع has repaired لإن دي الجملة دي مبنية للمجهول، يبقى my car has been repaired، يعني العربية بتاعتي بتتصلّح أو بتتصلّح مؤخرًا. وبس كده يا سيدي وصلنا لنهاية الدرس بتاع النهارده. شرحنا مع بعض النهارده زمن المضارع التام. يا رب أكون قدرت أفيدك بشكل كويس وأسهّل عليك المعلومة. طبعًا مش هاقول لك تعمل إيه، في زرار تحت كده بتاع الاشتراك دوس عليه، وما تنساش لو الفيديو عجبك تسيب لنا comment كده يشجعنا إن إحنا نكمّل، وأشوفك في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.